تعالى اوريك بالفيديو خناقه كبيره قوي ما بين الكابتن رضا عبد العال والكابتن ابو الدهب، وكل ده عشان خاطر مدربين الزمالك، لدرجه ان الكابتن رضا عبد العال قال لابو الدهب يا عم قوم روح يا عم بقى. هوريك كل حاجه بالتفاصيل وبالفيديو. السلام عليكم. في البدايه يا اخوانا نصلي بينا على النبي ونزيد النبي صلاه، وكمان ندعي لاهلنا واخواتنا في فلسطين وفي غزه ان ربنا يصبرهم وينصرهم ويجعلهم في رباط ضد عدوهم وعدونا. وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، فعل زر الجرس، حط لايك للفيديو وشيره. وتعالوا اوريكم خناقه كبيره قوي ما بين الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمود ابو الدهب، وكل ده بسبب مدربين الزمالك اللي ولا مدرب فيهم عاجب الكابتن رضا عبد العال، خصوصا الكابتن فيريرا المدرب السابق لنادي الزمالك اللي حصلت بسببه مشكله كبيره قوي ما بين الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمود ابو الدهب، لدرجه ان رضا عبد العال قال لمحمود ابو الدهب قوم روح يا عم. تعالوا بقى نشوف ونسمع الخناقه دي، يلا بينا. فانا عايز اقول لك على حاجه مع كل الاحترام، لازم نغير بقى الواجهه بتاعه البرتغال بجد. يعني كل مدربين البرتغال كلهم ما شفناش واحد غير جوزيه. وجوزيه لما جه كان عنده وجوزيه لما جه وجوزيه لما جه كان معاه لعيبه ممكن كنا خدنا بقى كاس. يعني كان اداره الاهلي وقتها جايبه له لبن العصفور يعني. ايوه ما انا بقول لك بركات وابو بس هو بقى الجمعه ماشي، هو عمل بطولات بيهم بس طريقه استغلوه. المديرين في فرق بقى ان انت عندك لعيبه ده بيسيرو يا كابتن جوزيه بيسيرو. لا ما مش الثاني اللي هو كان الثاني لاسارتي. لا وبعدين انا بقول لك لازم تغير واجهه البرتغال بجد. دول بيفاوضوا 2 المان برضه ولا المان. واحد منهم كان ماسك منتخب النمسا. بص يا اسلام، المدرسه البرتغاليه بتمشي مع الزمالك يا عم خلاص بقى. الزمالك ولا الاهلي يا عم؟ ولا بتمشي مع الكره في مصر؟ لا هي بتمشي يعني مع عندك باتشيكو مثلا. دي بدعه خلي بالك والله. لا خلي بالك عشان انا بستغرب لغايه دلوقتي بعد الهزيمه الاخيره دي ازاي ما مشيش يا جاي اسلام. ازاي ما مشيش يا كابتن رضا؟ انت بص، هو الراجل مشي وراح على نادي الزمالك فيريرا صح؟ بس فيريرا كان واقعي بيلعب يا كابتن يا عم روح اللي عنده. يا عم لا ازاي اروح يا راجل؟ ده زهقنا يا راجل. مين ده لسه لعيبه كوره يا كابتن. ما انت ما شفتش بعد كده الزمالك ماشي يا كابتن اسلام. الزمالك وقع لما مشي الراجل. بتغنوا كمل يا كابتن ابو الدهب. ما انا بقول لك مع الزمالك وقع لما ايه يا جدع وقع. ده هو اللي وقع الزمالك. هو مين اللي مطلع الناشئين اللي انت كنت لسه بتعمل؟ مفيش ناشئين ده تتجبر يا كابتن. بص كابتن ابو الدهب كل واحد حقه يا كابتن. يا ابني ما اديله اهو. كلمني. طب انا كابتن رضا ما اتكلمش. اشرب الكركديه يا كابتن. انت بتتكلم على فيريرا لعب لما كان عنده مشكله، لما مشي طارق حامد ومشي فرجاني سياسي. طلع مين؟ هو اللي طلع مين؟ هو كان عايز يجدد لطارق حامد. هو اللي طلع اسامه نبيل. اسمع ابن اسامه نبيل اللي انت ما عرفتش تحافظ عليه. طلعت سيف جعفر ابن النادي اللي احنا لسه بنتكلم الوقت مع محمد عبد الله. لما يكون عندك ناشئ تطلعه عشان يفيد الدرجه الاولى. انت عندك طلع لك محمد طارق، حسام عبد المجيد، طلع لك كام لعيب. انت قادر يلعب واقعي ان بيلعب كوره بيلعب بثلاثه. طور كان نيمار اللي هو لعيب كوره ما كانش بيلعب. لا يا كابتن، لا يا كابتن كان بيلعب. انا بنتكلم عشان الراجل مش موجود. ماشي. لكن انت بتتكلم عن نادي الزمالك في الفتره اللي خد فيها سنتين كان الراجل واقعي. يعني انت شايف ان المدربين البرتغال يصلحوا نادي الزمالك؟